السلام عليكم، هلا والله شباب وبنات متابعين قناة منوعاتي، أتمنى تكونون بخير وانتم تشاهدون فيديو اليوم. طبعا انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو. هذا الشاب اجى للإمام العباس عليه السلام ويريد يشوف زوجته وبنته، فاجى يشكي الحال والمظلومية عند الإمام العباس عليه السلام. فخلوني أعرض لكم هذا المقطع وأتمنى أن تتابعونا لآخر ثانية ونرجع مرة أخرى نعلق على الموضوع. يبدو اما في نفسها قدام العالم طلعت تبغى بعد ابوها يقول انا متبرى منها، وانت تدري يا ابو فاضل بهذا الشيء، انتم اعلم، انتم اول تدرون، وجيتكم انا دخيلك يا ابو فاضل، جيتك برايه بيضه والحمد لله والشكر، ودائما تبقى رايتي بيضه. انا مو مجرم ولا انا من النوع اللي اخلي دمه برقبتي. طبعا هذا الرجل ما اجى لوحده وشكى الحال، اجى مع والدته ومع اخوانه واطفاله. فهسه راح اكمل لكم المقطع، بس مثل ما شفتوا الحالة اللي جاي يمر بها هذا الرجل، حالة من الانهيار والعصبية، وما لقى احد انه يشكي الحال غير ابو الفضل العباس. خلنا نطلع اللي بقلبي يا يمه، عوفونا خلنا نطلع اللي بقلبي، ردحت شوي يا سيدي مولاي. فاجا يشكي الحال حتى يشوف زوجته وبنته، مثل ما شفتوا الحالة اللي جاي يمر بيها، وايضا قال لها اتركوني خلني اطلع اللي بقلبي كله. فهذا المقطع انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي واخذ صدى جدا واسع. وايضا بخصوص سلمان موميكا، سلمان قبل اسبوع طلع قال يوم الخميس راح احرق المصحف الكريم مرة ثانية، فالموعد المحدد هو باكر. بس اليوم الوزارة والسلطات العراقية نزلت بيان وحذرت السويد من تكرار هذه الحادثة، خاصة بعد استنكار المرجعية والسيد مقتدى الصدر ايضا استنكر هذا الموضوع ورفضوا هذا الموضوع رفضا قاطعا، واذا تم تكراره راح يصير يعني شيء غير متوقع. فاليوم العراق ارسل تحذير الى السويد بخصوص عدم تكرار هذه الحادثة. الى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، شكرا لك شخص تابعني الى هذه اللحظة، دمتم في امان الله.